هو فعلا لازم تسمع القصة دي، لأنك بعد ما تسمعها فكرك هيتغير تماما عن مجموعك بتاع ثانوية عامة. الرسالة دي أو القصة دي لأي حد جاب مجموع هو مش راضي عنه أو هو حاسس إن هو مظلوم فيه. بعد ما تسمع القصة عايزك تحكم بنفسك. في مرة من الأيام وفي سنة من السنين كان في بنت في ثانوية عامة زيها زي أي طالب موجود في ثانوية عامة. كانت البنت دي من أسرة متوسطة الحال، كانت بتاخد دروسها ووالدها بيصرف عليها ومديها حقها، مش مقصر معاها في أي دروس أو في أي مصاريف طلبتها منه. والبنت كانت بتراعي أهلها وبتذاكر على قد ما تقدر وبتعمل كل اللي عليها حرفيا. وبعد كده جت فترة الامتحانات وامتحنت، ولكن ربنا ما وفقهاش وما جابتش المجموع اللي كان نفسها فيه. وهي كانت نفسها وحلمها تخش كلية طب بشري زيها زي اي حد نفسه يخش كلية قمة. وهي كانت بتجتهد لحاجة زي كده، ووالدها شايف في عينيها الحلم ده وشايف في عينيها انها فعلا تستحق حاجة زي كده. ولكن ربنا ما وفقهاش وما جابتش مجموع طب بشري، ولانها من اسرة متوسطة فطبعا والدها مش هيقدر يدخلها جامعة خاصة. ولكن حصلت المعجزة اللي ما كانش حد منتظرها. والدها كان شغال تاكسي، وفي يوم من الايام كان راكب معاه شخص سعودي، والشخص السعودي ده نسي الموبايل في العربيه، وكان طبعا كان هو موديه المطار. فهو سافر ونسي الموبايل في العربيه. فطبعا تواصل مع ابو البنت ده وقال له بعد اذنك الموبايل ده عليه حاجات مهمه جدا، حافظ لي عليه. وطبعا هو راجل مسلم يعرف ان دي امانه وحافظ له على امانه. وبعد ما الراجل السعودي جه من السفر غير حياه الراجل ده 180 درجه. اولا شغله معاه وخلاه وقبضه اتغير لدرجة ان الاب ده قبضه بقى كافي ان هو يسفر بنته تدرس في كلية طب بشري بره مصر. وسافرت البنت وحلمها اتحقق. وهنا المعجزة اللي انا بكلمك عنها او الخير اللي ربنا حاططه لك اللي انا بكلمك عنه. يعني البنت دي كانت زيها زي اي بنت او زيها زي اي طالب نفسها تخش طب بشري، وشايفه ان هي اجتهدت وعملت اللي عليها. ولكن ربنا كان كاتب لها الخير انها تخش كليه طب بشري وانها تكون دكتوره. فانا جاي اقول لك هنا ان فعلا لو الخير مكتوب لك ان انت تخش طب بشري او تخش هندسه، فربنا مش هيمنع عنك الخير ده. ولو انت اجتهدت وحليت بمجهودك وقومت ان انت ما تغشش او ان انت ما تبقاش من الفئه اللي غشت وجابت مجاميع عاليه، فوالله والله والله العظيم ربنا هيكرمك وهيحقق لك كل اللي نفسك فيه، وكاتب لك الخير في الكليه اللي انت هتدخلها. صدقني لو الخير ليك ان انت تخش هندسه او طب بشري هتخش هندسه او طب بشري. وبعد كده هترجع تقول فعلا الخير في اللي ربنا كاتبه لي فيما بعد. انا يعني انا مش عايز احكي قصتي، ولكن هي مشابهه شويه لقصه البنت دي. بس اقسم بالله ايقنت ان ربنا بيكتب الخير للواحد، بس مطلوب منك انك تصبر وتسعى وما تحبطش وما تيأس وما تفقدش الامل في ربنا. وفي ايات كتير بتقول غير بجد ان انا عايزك تركز فعلا في الايه اللي بتقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزقك هيجيلك لحد عندك وعلى طبق من ذهب باذن الله. فمش معنى ان انت ما دخلتش كليه طب او ما دخلتش كليه هندسه فانت رزقك يعني قل او رزقك هيقل في الدنيا. وغير كده انا مش عايزك تنظر ان الناس كلها بصة عليك وان الدولة كلها بصة ان انت ما جبتش هندسة او ما جبتش المجموع اللي هم كانوا عايزينك انت تجيبه. وطبعا فكك من نظرة ابن خالتك او ابن عمك او عمك اللي شغال تحت في السوبر ماركت وعمه بتاع مش عارف ايه هيبص عليك وهيقول ده ما جابش المجموع اللي كان المفروض يجيبه. انا عايزك تبص لنفسك تقول انا فعلا انا تعبت السنه دي، انا فعلا طلعت اقدر اتعب وطلعت اقدر اشتغل على نفسي وطلعت بقدر انفذ الحاجه اللي انا بقولها. طلعت اقدر لما اقول انا هذاكر بكره كذا انا فعلا بذاكر. دي في حد ذاتها مكسب عظيم جدا. انت اكيد طلعت من السنه دي مكتسب صفات اقسم بالله هتغير حياتك. صفات عمرك ما اكتسبتها قبل كده، خبرات عمرك ما اكتسبتها قبل كده. ولو ربنا يعني لو ربنا كرمك وكملت بالصفات دي فانت هتتنقل في حتة تانية فعلا. فمش كلية هندسة هي اللي هتنقلك، ومش كلية طب بشري او كلية القمة اللي مصر كلها شايفاها كلية القمة. وبعدين زي ما انت شايف احنا في عصر دلوقتي تكنولوجيا، فدلوقتي كليات القمة غير هندسة وطب. وطبعا ده غير الحديث اللي بيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فبجد في حاجات كتير يعني
عايزك لازما تحمد ربنا. فدول كانوا كلمتين لازم اقولهم لك، وانا كنت واعد نفسي ان انا هعمل فيديو زي ده، فالحمد لله عملته وبس كده. فمش عايزك تزعل. آه يعني طبيعي ان انت تزعل شويه، ولكن مش عايز الفتره دي تطول عليك، ومش عايزك تعمل حاجه غلط ترجع تندم عليها بعد كده. وبس كده، شكرا، وقرب من ربنا اكتر، وربنا يهدينا جميعا. صدقني والله العظيم الخير في اللي ربنا كاتب لك ان انت تدخله، او في الكليه اللي ربنا كاتبها لك. سلام.